تخيل ان انت ممكن تخسر جمهور كبير جدا ممكن عايز يتابعك وعايز يستفاد منك لمجرد ان انت عليت عليه بطريقة الكلام. تقول لي ازاي ده يا ابو حميد؟ اقول لك مثلا الناس اللي بتقول لك كوبي رايت او كونتنت رايت. طيب ما هو ليها مصطلح تاني بالعربي او ليها معنى تاني بالعربي زي كتابة المحتوى او كتابة الاعلانات. في ناس ما بتبقاش فاهمة. انت فاكر ان دي ابسط معلومة ممكن تتقال ان انت تكون فاهم يعني ايه كونتنت رايت او كوبي رايت؟ لا. اقول لك لا، وانت بتكتبها للناس وانت بتقولها للناس فهمهم يعني ايه كونتنت رايت، دي كتابة المحتوى. كوبي رايت يعني ايه؟ يعني كتابة الاعلانات. في ناس بتبقى عايزة تتابعك وعايزة تستفاد منك بس بتخاف من التون العالية، الكلام اللي ممكن ما تفهموش منك. تخيل لي بقى لما واحد كمان يلوح لي لسانه يقول لك كوبي رايتنج ويبتدي ان هو يلون لي في الار يمين وشمال وينطقها ازاي ويقولها ازاي. الكلام الكتير ده ناس كتيرة بتبقى عايزة تستفاد، لكن بساطة المعلومة اللي انت مش متوقع ان تبسيطها هيفيد هو فعلا بيفيد. بسطها لجمهورك على قد ما تقدر، خليك على نفس الليمت معاهم. افهم دايما واستوعب ان في ناس بتبقى عايزه تتابعك وعايزه تستفاد منك وتشتري خدماتك، ولكن في بعض الاحيان وجود المصطلح اللي باللغه الانجليزيه او باي لغه تانية انه متعرب او حتى مكتوب بالانجليزي ممكن يعمل حاجه اسمها مسكونسيستنسي او يضرب لك التناسق بتاع الكلام اللي انت بتقوله، خاصة لما تيجي تحط كلام انجليزي كتير جوه المصطلح زي نسيل ونعمل كونتنت ونعمل كوبي، هيحس ان في دربكه في دماغه. افتكر دايما بسطها لجمهورك وانت الكسبان.